شوفوا وانا بقول لكم الكلام ده وبيتسجل عليا امامكم امام ربنا وللتاريخ، طول ما النمو السكاني اللي موجود في مصر بالمعدلات دي صدقوني لن نستطيع. اقول لك على حاجه، هات تراب وتفني يلا، خدت صباره كده وخلصت. طب اللي بيتعمل ده اللي بيتعمل ده ما يتحسبش، صدقوني انا لان في معايا دعم الهي. اللي بيتعمل ده بدعم الهي، مش بيتعمل بقدراتنا. انكش. نعم انتش. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ده دعم الهي بيساعدنا عشان احنا غلابه. خلص ايه خلص. ما تقعدوش بقى ترموا بالكوا عليه على طول، يعني قاعد بيساعدنا وبيدينا وبيكرمنا وبينصرنا وبيسترنا وعاطي وهاب. فساعدونا انتوا بقى عفريت طلعت يا مسام، بقى اني افتكرتك عقرب لعصرات. ده طور من ساعة ما عرفناه يا اخويا، هو عمال يمتح فينا. حجم الخسائر المباشرة اللي خسرتها مصر في 2011 400 مليار دولار، يعني 6 تريليون جنيه. ما تعصبونيش يا سماح، سيبيني يعني يمكن يكون حد يقول لك هو يعني هي القضية قضية اسكان. في ناس كتير قالت في الاول علموا الناس كويس. طيب انا عايز اعلمهم كويس، والله اعلمهم هم عايشين كده في اللي انتوا كنتوا شايفينه ده. اعلم ايه؟ هنفتتح اكبر مجمع سجون، واحد من 7 أو 8 هنعمله في مصر. عظيمه مصر، عظيمه مصر ام الدنيا، انا مولع في نفسي. وبقول لما جينا قلنا نعمل تقنين اوضاع، انا بشرعن لك غلطك عشان بس الناس تبقى فاهمه، انا مش بديك حقك. تؤمر بحاجه يا فندم؟ الله يخليك يا فندم. طب بعد اذنك انا. اتفضل يا فندم، اتفضل سعادتك. انت تعديت على ارض مش بتاعتك، فانا قلت طب ماشي خليها ايه، خليها تبقى ارضك. لا ده من عندنا كده جدعانه يعني، عشان احسسك انك انت انسان سوي في تصرفاتك. في ايه؟ انت هتجنني. في ايه؟ هقول لكم كلمه صعبه، مش عايزين تحلموا ليه؟ مش عايزين تحلموا لبلدكم ليه؟ مش عايزين تحلموا لنفسكم ليه؟ مش عايزين تحلموا معايا ليه بس؟ انا كنت اتمنى يكون معايا تريليون 2 تريليون دولار. توزعهم علينا؟ لا، الفلوس مش كل حاجه، صح؟ عيب. انا ممكن يكون شكلي مدي ان انا بتاع فلوس، لان انا فعلا بتاع فلوس. اللي بيتعمل ده بيتعمل من اموال مصر، مش من حد، ما حدش بيجيب حاجه يعني. مش كده يا دكتور مصطفى؟ يعني دي من عندنا، يعني من بلدنا ان شاء الله. لما كنا بنفتتح محطه بحر البقر قلنا دي من الصناديق العربيه. نعم، الصندوق العربي الكويتي، الصندوق السعودي، الصندوق الاماراتي. ايه يا بلحه يا حلوه يا مقمعه. عارف انا بقول كده ليه؟ لان لما يجي يقول لك مثلا ايه، احنا عايزين الناس تتكلم، وانا عايز الناس تتكلم وعايز يبقى في تعبير عن الراي. لا حول الله، مالكوش في الطيب نصيب. وبالمناسبه في كل المباني اللي بتتبني على الارض الزراعيه عيب مين؟ يقول لك المحليات مش قادره. ما انا السبق بتاع التعدي كبير. انت اتكلمت عن المحليات وقلت يعني فيها شويه فساد يعني. طب اعمل ايه طيب؟ يا رب ارحمني بقى، عجل بامري عجل بامري عشان خلاص انا خلاص. عدم وجود رقمنه للدوله المصريه خلانا مش شايفين كويس، والكلام ده استمر سنين. وانا قلت دكتور مصطفى مدبولي الحكايه دي قبل كده، اقولها دلوقتي ولا؟ قلت له انا ليا بطاقه في المنيا باسمي بيصرف بيها تموين. والله انا بتكلم بجد. احنا سارقينها، بس سارقينها من واحد حرامي عشان نعرفه ان الحرام ما بيدومش. حد يقول لي يا راجل ما تسكت، ما تسيبها، ما تسيب الكلام دوت وتسيب الناس عايشه، ما هم عايشين بقالهم 30 40 سنه. مالك؟ مالي ايه؟ ما اقدرش، ما اعرفش. ده مش طبيعي يا بابا. ونفضل نبني ونغير لغايه لما نخلي الناس اللي احنا اقسمنا امام الله ان احنا نتحمل مسؤوليتهم نبقى قد الامانه ان شاء الله. اقسم بالله العظيم انت حاطط مخلصا على نظام الجمهوريه. يلا بس قول تكسبش قول. فاحنا كنت بتمشى فيه بالعربيه بقى، بنزل اشوف يعني، مش ما بقاش معايا حد. كذب ده ما يتسكتش عليه ابدا. انا موقفك كتير كده؟ لا يا فندم. لا صحيح يا ابني اتق الله، حرام عليك والله العظيم. هم يومين هنقعدهم على وش الدنيا دي، وكل واحد بعد كده هيقابل ربنا، وانا زي غيري هقابله، واتمنى ان يكون لقاء طيب. ربنا يكرمه، ربنا يكرمه يا رب، يا رب. 5 بالحب.